يا أهلا. النهاردة الفيديو هيكون عن ازاي أذاكر فرنساوي وألم المنهج في يومين بس، وهنقسم الفرنساوي وهنقسم اليوم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك والشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أعمله على الشانل. ويلا بينا نبدأ بالفيديو. let's go. أول حاجة تعالوا نقسم كده الفرنساوي ونشوف احنا هنقسمهم ازاي على اليوم. يعني هنقسم الفرنساوي الأول وبعدين نقسمهم منهج الفرنساوي كله على اليومين اللي احنا هنقعد فيهم نذاكر الفرنساوي. ممكن نقسم الفرنساوي ل5 حاجات. أول حاجة وهي الكلمات، تاني حاجة وهي الجرامر، وتالت حاجة وهي موضوعات المنهج، ورابع حاجة وهي القطعة. وازاي قسمت القطعة لمنهج الفرنساوي؟ لأن القطعة بيجي عليها سؤالين في الامتحان فلازم برضو تتدربوا عليها. وخامس حاجة وهي التدريب على حل الأسئلة أو امتحان شامل. تعالوا كده نبدأ حاجة حاجة من الحاجات اللي أنا قلتها لكم دي دلوقتي، الكلمات والجرامر والحاجات دي ازاي نذاكرهم، وبعدين هنقسمهم على اليوم. أول حاجة تعالوا نشوف الكلمات. بالنسبة للكلمات هي حفظ، لازم تحفظوا الكلمات علشان الكلمات هي اللي هتحل لكم الامتحان أصلا. فبالنسبة لحفظ الكلمات هنقسم الوحدتين على يومين. تمام، هما وحدتين هنقسمهم على اليومين بطريقة. وهنذاكر ازاي بقى؟ هنذاكر بطريقة معكوسة. ازاي المذاكرة بطريقة معكوسة؟ يعني هتكتبوا الكلمة بالفرنساوي وتحاولوا تفتكروها بالعربي. تعالوا أفهمكم بالراحة شوية. أول حاجة عندنا كلمة هندي مثال كده زي كلمة مكتب، يعني ان بيرو. ان بيرو يعني مكتب. تمام، فأول حاجة هنجيب كلمة ان بيرو دي نحفظها. يعني هنقول ال... نحفظ الكلمة نفسها بالحروف كلها بالأكسو لو عليها أكسوهات، أو لو كلمة آن وإين ودو لو موجودة لازم برضو نعرف إن كلمة بيرو دي قبلها آن مش إين ولا دو. تمام، بعدين هنعرف بقى إن كلمة آن بيرو دي معناها المكتب. فاهمين دلوقتي؟ فهنفهم إن آن بيرو معناها المكتب. وبعدين هنجيب بعد ما نحفظ كله بالطريقة دي هنكتب بعدين ان بيرو، هنكتبها بجنب كده ونكتب تحتها مثلا كل الكلمات زي ان ليسي ان اورديناتور. بعدين هنكتب كل الكلمات بالطريقة دي في جنب من الكراسة مثلا. وفي الجنب التاني هيكون في مثلا كلمات العربي. كلمات العربي بقى مش هنكتبها، يعني مش هكتب كلمة مكتب جنب ان بيرو، لا، هغطي الكلمات العربي دي وهحاول اعرف كلمة ان بيرو دي بتاعت ايه. اظن انتوا فهمتوا الفكرة صح؟ طيب تعالوا تاني حاجة وهي الجرامر. اهم حاجة في الجرامر انكم تركزوا مع المدرس قدر الامكان عشان تفهموا القواعد دي. مثلا لو انتم طنشتوا في البداية ومعرفتوش تفهموا القواعد مع الماستيو بتاعة الدرس او المدام بتاعة الدرس، هتبدأوا تفتحوا فيديو على يوتيوب بيشرح الحاجات دي. في چانل كتير قوي على يوتيوب بتشرح، مثلا زي هنذاكر اونلاين يعني عشان فيها كل المواد وكده، فممكن تشوفوها. وهكتب لكم على الشاشة اسم مدرسين تانيين. طيب بالنسبة لموضوعات المنهج، بصوا هي موضوعات المنهج دي بتبقى عبارة تقريبا عن سطرين أو سطرين ونص لو كترت قوي. طيب ازاي نذاكرها؟ أول حاجة هتكتبوها بإيديكوا، لو هي مكتوبة في الكراسة هتكتبوها في الكراسة تاني في مكان تاني في كراسة تانية، ولو مكتوبة في الكتاب هتكتبوها في الكراسة. بعدين هتبدأوا هترجموها الأول من نفسكوا، تبدأوا كل كلمة ترجموها كده، وبعدين تترجموها من جوجل عشان تتأكدوا من ترجمتكم إن هي صح. وبس كده تكونوا حفظتوها. والقطعة، الحاجة الوحيدة اللي تقدروا تعتمدوا عليها في القطعة هي الكلمات. فالكلمات لو ذاكرتوها فالقطعة هتتحل. وكمان محتاجين تحلوا على القطعة كم قطعة تحلوها كده علشان تعرفوا تحلوها كويس. وهنتدرب على الأسئلة طبعا في آخر اليوم بعد ما نكون ذاكرنا حاجات كتير. تعالوا بقى نحط بروجرام نمشي عليه علشان نذاكر المنهج ده كله في اليومين دول. أول حاجة لازم تبدأوا اليوم من أوله زي تصحوا من الفجر. فهنبدأ بيه نذاكر كلمات نذاكر الكلمات أول درس. احنا عندنا وحدتين، الوحدتين في كل واحدة فيهم فيها 3 دروس. فهتذاكروا أول درس في أول ساعتين، يعني ممكن بعد الفجر تصلوا وتخلصوا تصلوا الفجر وتقرأوا القرآن بتاعكم وكده وتقولوا الورد اليومي وكده، وبعدين نبدأ نذاكر الكلمات. ممكن الدرس الأول ياخد معاكوا ساعتين، ممكن زيادة على حسب وممكن أقل برضو، يعني على حسب انتوا بتعرفوا تذاكروا الكلمات كويس ولا لأ وكده. بعد ما تخلصوا كلمات الدرس الأول كاملة زي ما بقولكوا كاملة، لو قعدت معاكوا 4 ساعات ذاكروها كاملة. بعدين ارتاحوا
وافطروا ما تمسكوش التليفون خالص، وبعدين ناخد تاني درس ونخلصه ونقول برضو هتقعد معاكم ساعتين، وهناخد ريست ونكمل تالت درس، نقول برضو ساعتين. هيكون الظهر أذن لو انتوا أخدتوا ريست ساعة، فأحلى حاجة ان انتوا أصلا تاخدوا ريست فترة طويلة يعني، بس في الفترة الطويلة دي تاكلوا، تمشوا، تعملوا أي حاجة إلا انكم تمسكوا التليفون. هيدمر الوقت وهيجري منكم، هتقعدوا بدل الساعة هتقعدوا 5 ساعات على فكرة. لما تخلصوا أول 3 دروس هيكون الظهر أذن، هنصلي ونرتاح، وبعدين نراجع الجرامر. هقول لكم بقى جرامر المنهج كله ايه علشان لو انتوا منتوش عارفينه، وهقول لكم هتقفوا لحد فين في اليوم ده. مثلا هنقول لكم زي الجرامر زي ايه: ضمائر الفاعل وأدوات النكرة، أدوات المعرفة، الأفعال مع تصريفاتها، أفعال المجموعة الأولى، أيام الأسابيع وفترات اليوم، النفي، الساعة، و5 كلمات بمعنى كل اللي هما كلمة كل ليها 5 معاني، المواد الدراسية وجدول الحصص والشهور والضمائر، تأنيث الصفات وجمع الصفات. بعد ما تخلصوا كل دولت، لو لحقتوا طبعا تخلصوهم قبل المغرب، لو في درس هتروحوه روحوه وركزوا مع المستر كويس، ولو مفيش ارتاحوا شوية لحد الساعة 6 على المغرب كده. هيكون اللي راحوا الدرس رجعوا منه، وبعدين نكمل مذاكرة. هنذاكر بقى ايه؟ هنذاكر موضوعات المنهج، هم 11 موضوع تقريبا. هنذاكر 5 النهاردة بطريقة كويسة، وبعدين نرتاح ونكمل. ممكن تشوفوا فيديو على يوتيوب بيتكلم على القطع وتحلوا من معاه 5 قطع مثلا وتحلوا معاه، وبعدين نحل 2 لوحدنا، وبعدين نشوف فيديو تاني بيتكلم على الامتحان كامل، امتحان كامل كده شامل على المنهج تحلوا. اكيد في حاجات انتوا ما ذاكرتوهاش فما كنتوش هتكونوا عارفينها، بس تحلوا برضو، وبعدين حلوا 3 لوحدكم، وبعدين راجعوهم وشوفوا اذا كان في صح وفي حاجات غلط وكده، وركزوا بس. وهتناموا واليوم كده هيكون خلص. ممكن تناموا مثلا على الساعة 11. هنبدأ اليوم التاني زيه بالظبط، هنصحى من الفجر نصلي ونقرأ الورد بتاعنا زي ما قلت لكم سورة البقرة تقرأوها، وبعدين نبدأ مذاكرة. هنخلص بقية كلمات المنهج، ممكن برضو تقعد معاكم لحد الظهر بنفس التقسيمة اللي احنا قسمناها امبارح، تمام. ممكن نرتاح وبعدين نكمل مذاكرة الجرامر. جرامر المنهج زي ايه بقى؟ زي أفعال، أجزاء الجسم والاختصارات والاستفهام. زي امبارح طبعا، لو في درس هتروحوا، ولو مفيش ارتاحوا لحد المنهج المغرب سوري، وهتصلوا وكملوا بعدين موضوعات المنهج، هما 6 هنخلصهم. هتحلوا 5 قطع زي امبارح، ونقعد نحل امتحانات تاني لحد بالليل وننام. ممكن تناموا على 9:30، بس قبل ما تناموا طبعا 9:30 دي أهون من امبارح. انتوا ممكن تناموا نمتوا امبارح الساعة 12 واحدة، مش عارفة مش متأكدة انتوا هتناموا امتى، بس هتكونوا ضاغطين نفسكم. طبعا احنا في زنقة امتحانات فلازم تضغطوا نفسكم. ف9:30 دي احنا قللنا عن امبارح شوية عشان بكرة الامتحان، فلازم تناموا مفوقين. فكده هتكونوا خلصتوا. هتجهزوا الاوتفيت بقى بتاع بكرة علشان تحمسوا نفسكم شوية، والشنطة، وناموا بس قبل ما تناموا ما تنسوش تحطوا طبعا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوز اللي بعملها على الشانل، وتصبحوا على خير.